السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا 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 نلحق تنظيفات رمضان، خلاص ما فاضلش غير كام يوم. بس ايه ده يا هنا كل دي تنظيفات؟ لا والله يا حبايب هنا، ادخلي وانت هتشوفي العجب في الفيديو ده، هتتحمسي وهتتنشطي وهتتنعنشي وهيبقى كلك طاقة ايجابية وحماس. مهما كان بيتك كنت سايباه من زمان كله تراب بالمنظر اللي انت شايفاه، وهقول لكم التراب ده جاي منين ورايح فين، كل حاجة هنحكيها في الفيديو. بس يلا ادخلي معايا الفيديو واتحداكي تقومي تعملي كل التنظيفات اللي ناقصاكي. يلا سمي الله كده وحطي اللايك بتاعك يا قمرايه، ولو مش لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا، وان شاء الله تتحمسي في كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها الفتره الجايه، وهتشوفي وصفات حلوه جدا لشهر رمضان ان شاء الله. ولو بتقعدوا كام دقيقه في الفيديو يبقى كتر الف خيركم. ودايما متعودين كل ما ندخل الفيديو بتاعنا نزرع نخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويلا بينا، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده يا هنا؟ دي غرفه المجلس اللي تحت اللي معايا من زمان. عارف ان انا عندي دورين في البيت، دور ارضي والدور اللي انا قاعده فيه فوق. فالدور الارضي بصراحه في المجلس الاساسي اللي انا كنت متجوزه بيه. فبصراحه يا بنات هقول لكم كده على بلاط، انا بقالي شهور ما نزلتش الدور اللي تحت، واوضه الجلوس دي مقفوله بقالها شهور، وده هتعرفوه من الشكل التراب والحاجات اللي هتشوفوها معايا. بس ما شاء الله تبارك الله، بما ان احنا صلينا صلاتنا الصباحيه وقلنا دعائنا التحصيني وصلينا صلاتنا على اوقاتها، فربنا ادانا البركه. والبركه هتشوفوا انه ما شاء الله تبارك الله، انا يمكن ما كملتش نص ساعه كانت الاوضه ما شاء الله زي الفل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هتعملي ايه يا هنا؟ الانتريه اهو زي ما انتم شايفين، ولا عليه كسوه، كنت ساحبه الكسوه بتاعته وكنت غسلاها من قبل اخر مره، وكنت قلت خلاص انا غسلت الكسوه وبعد كده هبقى انزل انضفه كده واظبطه. ومن يومها يا حبايب هنا والكسوه بتاعته هي موجوده زي ما هي متطبقه نظيفه، لكن ما كنتش نزلت ولا فرشت الشقه. الحمد لله على كل حال. انتوا كلكم عارفين اللي معايا من الاول ان انا كنت تعبانه، وده دليل ان انا اقول لكم ان انا فعلا ما كنتش بنزل فيديوهات وما كنتش بنظف في البيت. والحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس. الحمد لله، يمكن في ناس عندها ابتلاء اكتر مني، واقول الحمد لله. اللهم انا اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. يمكن ربنا رفع عني الحمد لله. ايه يا هنا انت بتعملي الحيطان بتزعفيها بالمقشه؟ طب ما انا اعمل ايه يا حبايب هنا؟ عماله ادور على الزعافه ابدا ابدا اختفت في ظروف غامضه. اقف يعني؟ لا ما اقفش طبعا. فرحت ايه، انا ناويه من بالليل ان انا هعمل الاوضه، فرحت غاسله المقشه بتاعتي غسله تمام، وسايباها تقف كده على سيفها كده يعني على العصايه، ونشفت الحمد لله. ونزلت اول حاجه بدات بيها هي الحيطان. فالمقشه نظيفه، فحاولت ان انا اشيل بقى اي تراب على الحيطه. الحيطان نظيفه اللهم لك الحمد، هي بس ايه مجرد تراب على الحيطان عشان بقى لها فتره طويله. فانا بالمقشه كده بحاول انزل اي تراب على الحيطه، فالحيطه بترجع تلمع زي ما انتم شايفين، فضل ونعمه من عند ربنا. فزي ما بقول لكم كده يا حبايب هنا، مهما كنت مكسله عن اي مكان، مهما كنت حاسه ان لا انا بقالي كتير ما نضفتوش ولازم اجر ولازم انضف تحت الحاجه، لا والله استعيني بالله كده واستهدي بالله وقولي لا حول ولا قوه الا بالله ولا منجى من الله الا اليه. هتلاقي ربنا اداكي العون واداكي العافيه. صلي على النبي، اذكري الله. شوفي كميه التراب لما فتحت الشباك يا بنات. انا مش مكسوفه منكم ابدا ابدا، لان انتوا عارفين ظروف الفتره اللي فاتت واللي جديده معايا. اديني بقول لك اهو، مهما كانت ظروفك مهما كنتي هملتي في بيتك هتقدري ما شاء الله تبارك الله تعملي كل حاجه. بس انت استعيني بالله واذكري الله كده، وخلي كمان الاذكار حواليكي وملازماكي والقران حواليكي، هتلاقي ما شاء الله ربنا اداكي البركه واداكي العون. فما شاء الله مسكت المقشه بتاعه الجاروف كده، ويلا بقى مسكت بقى الشباك من كل ناحيه، ادي له ادي، يلا يلا شيلي اي ترابايه اي حاجه، طلعي كل الطاقه السلبيه اللي في المكان، وجددي الهواء بتاع البيت واعملي كده نشاط. وشوفوا الشجر اصلا قدامي اكسجين ولون جميل، واللون الجميل الاخضر ده بيقول لنا ايه؟ هنفضل برضو كل ما نشوف لون اخضر نزرع نخله في الجنه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احنا شلنا كل التراب اهوت اللي على الشباك، اللهم لك الحمد. حسيت ان احنا بنتنفس هوا نضيف يا بنات. وشوفوا كميه التراب اللي طالعه من ورا الكنب ومن ورا الكراسي. انا بوريكم ان اي حاجه مهما كانت صعبه استعيني بالله وابدأي كده. فجرجرت كل الكراسي خليتها في النص هي والكنبه، وبقيت الف حواليهم اكنس وراهم وانضف وراهم واطوق كده وراهم، يعني امسح وراهم على طول على السريع واحطهم. فما شاء الله تبارك الله ما اخدتش مني وقت ابدا ابدا، كنت باخد جزء جزء وبعد كده الم الاوضه بقى كلها على بعضها. يلا الباب، شوفوا الباب عامل ازاي يا بنات، شايل تراب لانه ما اتفتحش لا من بره ولا من جوه. الباب ده يا بنات الباب الخارجي، الغرفه ليها بابين، باب داخلي من جوه الشقه والباب ده على المدخل الخارجي، علشان كده الباب من بره مليان تراب. فابتدي بقى برده بالمقشه بتاعه الجروف، بصراحه بتسعف جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. المروحه اهو، المروحه عشان تعرفوا ان انا تقريبا
تقريبا من الصيف اللي فات انا ما دخلتش ما نضفتش الغرفه دي. الله المستعان على كل حال. بالمقشه يا هنا، برضه بالمقشه. المقشه هي الراعي الرسمي. هاتي مقشتك وتعالي، اوعي تقفي على حاجه. ما عندكيش زعافه مشي نفسك، ما عندكيش مقشه مشي نفسك باي حاجه. يعني بصي خلصي نفسك وروقي نفسك وظبطي نفسك. المروحه دي انا بحطها طبعا عشان تساعد مع المروحه السقف، عشان الجو في ايام الصيف بيكون حر، فنفضتها كده بفوطه خفيفه كده، لان هي برده ما كانتش شايله تراب كتير يعني. الحمد لله نفضتها تنفيضه كده على السريع. جريت اللي اقدر اجره زي ما انتم شايفين، كل حاجه جريتها من جنب الحيطه وكنست حواليها الاول، وبعد كده هرجعهم بقى على نظافه زي ما انتم شايفين. ودايما بين كل حاجه والتانيه نذكر الله، نصلي على النبي، نستغفر ربنا يعني، نحمد ربنا، نكبر، نشكر يعني كل حاجه. خلي لسانك 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 ذاكر ذاكر ذاكر. هتزقي حاجه قولي لا حول ولا قوه الا بالله. هتلاقي كل حاجة صعبة عليكي. لو حاسة ان الكرسي ده تقيل ولا الكنبة ديت مش عارفة اجرها ازاي، قولي لا حول ولا قوة الا بالله. وكمان يا بنات وانتوا بتقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، قوليها قدام اولادك. لو حتى انت قادرة تزقي الحاجة، قولي شوفوا الحاجة دي ممكن تكون تقيلة، بس انا هقول لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا هيعيني واقدر ازقها. فهيرتبط في ذاكرة اولادك ان اي حاجة صعبة ان شاء الله هتتحل بفضل لا حول ولا قوة الا بالله. هنبتدي ننفض بقى الخداديات اللي كلها تراب ديت، والكنب اللي كله تراب السنين. مش تراب السنين، شهور يا هنا بس، يعني ما تكبريش الموضوع. بس عشان انا اول مره يا بنات يحصل معايا كده، وان انا سيب بيتي الفتره الطويله اللي كلها تراب دي، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على اي حال. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. يلا بقى بينا ندعي لينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي هي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه، وردينا وخلود وكل من حملني امانه بالذريه، اللهم ارزقه الذريه عاجلا غير اجل. اللهم اجبر خاطرهم جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء. اللهم اكفك كرب كل مكروب وسد كل مديون. اللهم من كان في كرب فافرجه عليه في هذه الايام المفترجه. اللهم ادخل شهر رمضان على جميع الامه الاسلاميه بالخير والفرج والبهجه، وان شاء الله بانشراح الصدر. اللهم امين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يلا يا بنات، الهمه الهمه والنشاط النشاط. يلا قومي بطلي كسل، قومي قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحدي كسلك وتحدي الهم اللي انت فيه. ايه هو الهم يا هنا؟ التفكير يا حبايب هنا، والله التفكير بيدي للجسم ضعف ضعف ضعف. الحاله النفسيه بتاثر علينا كتير جدا جدا جدا. لو انت شايله هم هتلاقي نفسك مش قادره تقومي تعملي اي حاجه، وكسلانه عن كل حاجه واي حاجه. لكن لما ما شاء الله تبداي تقولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فكذلك نجيناك من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فسبحان الله عز وجل تبتدي تزيلي عن نفسك الهم والغم. لما تقولي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ربنا هيشرح صدرك وهتقومي وتعملي كل الحاجه اللي وراكي. لما تقولي لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا هيديكي العون والصحه والقوه. يعني كل حاجه كل حاجه مرتبطه بالاذكار وبالعبادات. لما تصلي صلاتك على وقتها، ربنا يديكي بركه وقوه ما بين الصلاه والصلاه. لما تقولي دعائك التحصيني ما شاء الله تبارك الله. لما قبل ما تنامي كل يوم تحمدي ربنا 33 تحمدي ربنا 33 وتسبحي 33 وتكبري 34. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بيهم وقال لنا خير لك من خادم صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى عندك خادم معاكي احسن ما تجيبي خادم، ربنا يديكي صحه وعافيه. فانا كده بدات انزل بالتراب على السلم الخارجيه واطلعها في المدخل اللي بره. وايه السجاده دي هنا، السجاده دي اللي كانت في الصاله فوق يا بنات، انا خليت سجاده واحده بس في الصاله، وحطيت دي لونها مش ماشي قوي مع الانتريه، لكن الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، ربنا رزقنا البركه. جبنا حافظه للسجاده، والحافظه لونها ماشي مع الانتريه، يبقى دي بركه في الرزق يا بنات. اهي دي كمان بركه. مش عندك سجاده نفس لون الانتريه، يلا مشي نفسك جيبي حافظه تمشي معاكي، في نفس الوقت هتحافظي على سجادتك، وفي نفس الوقت كمان هتبقى اللون لايق. دي البركه برضو في الرزق يا بنات. البركه والرضا لمن يرضى. ارضي بالحاجات البسيطه جدا، ربنا هيخليها في عينيكي حلوه جدا جدا. اللي اول مره تكون موجوده معايا، القطعه اللي انا بحطها على الانتريه دي يا بنات كانت ستاير، كانوا 4 ستاير مع بعض. عملت ايه يا هنا؟ خليت ستاره على الشباك وقصقصت الباقيين بحيث ان يكونوا مربعات زي ما انتم شايفين على الكراسي كده، وواحده كبيره على
على الكنبه، وحطيت كمان على الترابيزه بتاعه الانتريه، يعني خليته طقم كامل كده، اللي يشوف يقول ان هو طقم انا شاريه، وبرده لونه ما شاء الله ماشي مع الانتريه، فضل ونعمه من عند ربنا. شوفوا الخداديات دي، حبيت اكسر اللون بتاع الانتريه لان الانتريه موديل قديم طبعا من سنين كتير قوي، من حاجه و20 سنه، فحبيت احط الخداديات الملونه دي علشان تكسر اللون كده وتديله بهجه كده وحاجه حلوه يعني. وكل سنه وانتم طيبين. وكده بدات بقى المع واطوق اي حاجه باقيه بقى معانا زي ما انتم شايفين كده. المقطع بتاع المسح مش عارفه ما جاش معايا هنا وانا بسجل كده، مش شايفاه موجود، فانا بس طوقت بقى الباقي اللي هو بقى خلاص فرشته وكل حاجه، وبطوق بقى الحتت اللي باقيه كده من اي ترابه جت بقى زياده او اي حاجه، بحيث ان الاوضه بقت زي الفل ما شاء الله تبارك الله، فله شمعه منوره. يلا نكمل الادعيه بتاعتنا ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي القدير. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. خلي لسانك ايا كان الذكر، ايا كان الذكر يا بنات، قولي ذكر ان شاء الله يكون ذكر واحد لسانك لازمه، مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه ان لسانك يكون ذاكر. شغلي اذاعه القران الكريم جنبك، هتلاقي ما شاء الله ربنا اداكي نشاط وعون ما شاء الله تبارك الله. ادخلي البهجه على نفسك وعلى بيتك. ولادك حسسيهم بفرحه دخول رمضان زي ما قلت لكم قبل كده، علشان يرتبط في ذاكرتهم ان شهر رمضان ده شهر الخير والبهجه والفرحه. دلوقتي فرحه بفانوس، وفرحه بشويه صواريخ بيفرقعوهم، وفرحه بتنظيف البيت، وفرحه بتعليق الزينه. بعد كده هيفرحوا ان هم يعلقوا بقى، يقروا قران ويذكروا الله ويتصدقوا ويصلوا رحم ويبروا. هيتعلموا بقى ان هم يزينوا، بس يزينوا الصحيفه بتاعتهم مش البيوت اللي حواليهم. هيكبروا ومفاهيمهم للحياة هتكبر وهتتغير تماما، وهيفهموا انه الزينة دي بعد كده هتبقى زينة في الصدقات وفي الأجر وفي حصلة الحسنات وميزان الحسنات بتاعهم. اللهم لك الحمد. الأم عليها مسؤولية كبيرة، على قد ما نقدر نحاول نأديها. ما شاء الله تبارك الله. غسلنا غسلنا ستارتنا على طول على السريع كده، وفي الغسالة بصراحة اتنشفت، فأنا بصراحة هسيبها تنشف فوق مع نفسها في الماسورة، الجو حر اليومين دول والدنيا هتمشي. يلا شباكنا بقى نضيفه زي الفل، والستارة بتاعتنا اتغسلت اهي ما شاء الله تبارك الله، ورحت نشرها زي ما هي. هتجف بقى لان هي طبعا طالعه من المنشفه ما شاء الله تقريبا شبه ناشفه، وما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده الاوضه تمام التمام زي الفل اهوت. اللهم بارك. قولوا لي بقى رايكم، الاوضه اتغيرت ولا لا؟ الحمد لله على كل حال. في ترابيزه هنجيبها دلوقتي، هتجيبها منين يا هنا؟ هتشوفوا دلوقتي. هي كانت فيها حته مكسوره كده وانا كنت موديها تتصلح، فسبحان الله هي كانت موجوده في الصاله، فانا قلت هدخلها بعد ما اخلص كل حاجه، فهدخلها دلوقتي وهتشوفوا بقى الشكل النهائي بقى ما شاء الله تبارك الله، حاجه قمر القمر. اللهم لك الحمد يا رب العباد، اللهم لك الحمد على كل حال. ايا كان عفشك بسيط، ايا كان عفشك قديم موديل قديم، جدديه بحاجات بسيطه، جدديه بحافظه جديده، جدديه لو حتى قطعه قماش عندك قطعيها وجددي بيها الكنب، حطيها عليه كده وجددي الكنب. مش بقولك اشتري جديد على فكره، مش كل الناس عندها امكانيه للجديد ابدا ابدا ابدا. خدادات زي ديت تجددي بيها المكان، تخلي الاوضه يبقى ليها روح جديده. اي حاجه هتحسسك بالتفاؤل والبهجة اعمليها ولو كانت بسيطة. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا السيراميك بيلمع، والأوضة تجدد هواها وبقت نظيفة من التراب، وتشمي كده هوا نظيف فيها. اللهم لك الحمد. إن شاء الله هحاول ربنا يعيني ويقويني، وأبدأ أخد بقية الشقة أوضة أوضة كده ونشوفها مع بعض. والمطبخ اللي تحت كنت برضو عملته قبل كده في فيديوهات السنة اللي فاتت. المطبخ اللي تحت برضو يعني فيه بوتاجاز وفيه كل حاجة وفيه مطبخ وكده، بس أنا قعدتي كلها في الشقة اللي فوق. ده كده قدام الباب بتاع أوضة الجلوس أهو زي ما انتم شايفين. ده الباب الخارجي اللي على السور اللي بره، وده المدخل اللي انتم عارفينه معايا، ده المدخل الخارجي زي ما انتم شايفين. هو لسه ما اتمسحش طبعا، يا دوب اتكنس بس، لسه طبعا ما مسحناش ولا عملنا حاجه. الحمد لله على كل حال. وده شكل الشجر. يلا بقى نخلات نخلات يا امارات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بحبكم يا حبايب هنا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يديمكم نعمه على قلبي اللهم امين. كده ما شاء الله تبارك الله. الفكره الاخيره بقى روري فكرتني بيها، دول شويه معطر كده بخاخ على قد ايديها فما شاء الله تبارك الله. هنحطه بقى على الستاير وعلى الانتريه نفسه على الفرش، هيخلي الاوضه كل ما تدخلي تلاقي ريحتها حلوه. قفلنا الباب خلاص اللي على باب الشارع عشان التراب ما يدخل لناش، وما شاء الله هنعطرها كده تمام. وما شاء الله تبارك الله كده هيبقى الاوضه ريحتها حلوه وريحتها نظافه. والحمد لله على كل حال. طلعنا من الاوضه بنظافه للاوضه وبنظافه لذنوبنا، وان شاء الله رفع درجاتنا باذن الله بالاذكار اللي قلناها واحنا شغالين اهي كده. ما شاء الله الترابيزه وصلت اهوت، ودي قطعه القماش اللي بقول لكم عليها شبه الستاره وشبه القطعه اللي على الانتريه. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا يا بنات. الانتريه فيه ورود ملونه، فانا حبيت اكسر اللون برده بحاجات ملونه، وفضل ونعمه من عند ربنا.